السلام عليكم متابعينا، كيف حالكم؟ ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة منال بن شليخة لتسمم غذائي، ولكن هذه المرة اكتشف الأطباء أثناء تلقيها العلاج وجود شيء في مراراتها. ابقوا معنا لمعرفة باقي التفاصيل. تعرضت الفنانة منال بن شليخة لتسمم غذائي استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وشاركت منال متابعيها عبر مقطع فيديو ظهرت فيه وعلامات التعب بادية على وجهها، حيث أوضحت أنها تعرضت لتسمم غذائي بعد تناولها سمك السلمون، رغم أنه كان طريا وتم طهيه في المنزل، مشيرة إلى أن جميع أفراد العائلة تناولوا منه ولم يتعرض أي منهم لمكروه، بينما أصيبت هي فقط بالتسمم. وأضافت قائلة: لقد رأيت الموت بعيني، لم أستطع حتى فتح عيناي، ومن 4 صباحا وحتى 3 مساء وأنا أتألم. وكشفت أثناء إجراء الأطباء للفحوصات التصويرية الأشعة، اكتشف الأطباء وجود حصوة في المرارة، لكنها لم تعرف بعد إن كانت أنها ستخضع إلى عملية جراحية أم لا. كما أشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها من تسمم غذائي، إذ سبق أن تعرضت لذلك 3 مرات، إحداها كانت بعد تناولها فاكهة البطيخ الأحمر التلاح. كما شكرت منال الطاقم الطبي والمستشفى الذي استقبلها على العناية الجيدة التي حظيت بها. الحمد لله على سلامة منال، ونتمنى للفنانة المحبوبة منال بن شليخة الشفاء العاجل والعودة إلى نشاطها الفني قريبا.